صباح الخير عليكم، كل عام وانتم بألف خير يا رب. وجملة سريعة كده عايزة أقولها. نفعتني جدا السنة اللي فاتت صراحة، وحابة أقولها لكم from my own experience يعني. آه، انتوا عارفين طبعا احنا كلنا بنقابل الناس اللي هي بتبقى نوزي جدا، بمعنى انها بتكون بتتدخل في خصوصيات بعضها، وبتبقى عايزة تحشر كده مناخيرها وعايزة تعرف عنك كل حاجة وأي حاجة. الأسئلة اللي هي شوية سخيفة، إنه بتقبض كام، بتشتغل فين، أنت بتعمل إيه في حياتك، بلا بلا بلا، بدون أي مقدمات. آه، فجملة لطيفة جدا جدا أنا استخدمتها، وبصراحة جابت نتائج فعالة جدا. إنه لما كان حد بيسألني بيقول لي أنت بتعملي إيه، أو أنت الموضوع ده بيجيب إيه، أو وات ايفر، كنت بقول لهم بليز اعفيني من الرد بابتسامة لطيفة وبشياكة. مش لازم يكون ردودنا بلانت زي ما هما بيكونوا بلانت كده، او زي ما بنقول بالعربي او بالمصري دبش. آه، بنتعامل بأخلاقنا عادي جدا، وفي احيانا بتكون ردود شيك ومستفزة للي قدامي. آه، بس بتعمل له انت لما هو بيجي يسأل السؤال، الطبيعي انه انت هترد، هتكش كده وهترد، او هتتكسف وترد، او وشك يجيب الوان، او whatever it is. ولكن احنا عايزين ننشر بقى النقطة دي زي ما الترندز كده بتنتشر in no time. احنا ممكن ننشر الموضوع ده في العالم بتاعنا، زي ما الاجانب بيستخدموا جملة it's none of your business. احنا كمان ممكن نستخدم كلمة please من فضلك اعفيني من الرد. فيا ريت تستخدموها في حياتكم. انت بتعمل شوك رهيب للي قدامك، هو ما يكونش متوقع اصلا ان انت ده الرد، فبيقعد كده مع نفسه شويه. الشوك بتاخد كده لحظتها، بيكون هو احساس انه اتكبت واتضايق، وبعدين بيبتدي يقعد مع نفسه كده شويه ويحسبها. لو طبعا شخص واعي، في ناس ما بتبقاش واعيه وهتبتدي تقول ان انت ردك كان سخيف، او وراك ان كده وتحت البلاطه وبتاع. بس فانا حبيت اقول لكم اللي حابب يستخدم الجمله دي في حياته هترتاح كتير قوي، هتوقف ناس كتير قوي عند حدها بجمله بسيطه شياكه، وهتكون زي ما بنقول كده خلصانه بشياكه. صباحكم زي الفل.